السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. بقالي بقى فترة ما بصورش فيديوهات، بقالي حوالي اسبوع او اكتر مش عارفة اصور فيديوهات لان الجو حر قوي. والله مصلي على النبي، كهربا كل شوية بتقطع، فالدنيا متكركبة خالص والناس ربنا يكون في عونها يعني. هنسمي الله بقى ونصلي على الرسول ونشوف ان شاء الله احنا معانا ايه النهارده. بقى معانا سبونج جاهز، ده اول مرة ان انا اشتغل بيه، بس بصراحة اداني النتيجة يعني محبتهاش خالص. دي حلة مقاس 20 اللي انا عاجنة فيها، حلة مقاس 20. اول حاجة الاسبونج زي ما انتوا شايفين كده طلع لونه غامق او محروق، مش مستحمل السخونية. معرفش، تحس ان هو من جوه زي المية كده، وتحسي ان هو ني وتفضلي سايباه لحد ما تفكري ان هو مثلا لسه مستواش وكده. ففي الاخر النتيجة بتاعته ان هو اتحرق مني زي ما انتوا شايفين كده. فبحاول ان انا اقشر كل الحتت اللي محروقه. طبعا هدرت من التورته كتير قوي، يعني شايفين انا هدرت منها تهدير عامله ازاي لحد ما طلعت الجزء الابيض اللي هو ما فيهوش اي حاجه محروقه. ده السبونش الجاهز. انا طبعا بشتغل زي ما انتوا عارفين بسبونش بيتي، فطبعا لا يعلى عليه. يعني السبونش البيتي لا يعلى عليه بصراحه، يعني بيديك ارتفاع وبيديك نتيجه حلوه، بيستحمل الحراره بتاعت النار. فده طبعا محبتهوش، هو طري قوي، هش قوي زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، طري جامد. لكن تحس ان هو مهما تسيبيه في الفرن ني من جوه، بس هو بيبقى مستوي، يعني هو بيبقى مستوي. بس انا ده كله مفكرني ني، لان كل ما تضغطي على الحله كده وهي في الفرن تلاقيها طريه زي ما يكون ميه. فطبعا انا سبته لحد ما النتيجه بتاعته زي ما انتوا شايفينها كده اتحرقت خالص معايا، بس قدر الله يعني وما شاء فعل. طبعا الارتفاع بتاعه عمره ما هيبقى زي الارتفاع بتاع الدقيق البيتي. انا بشتغل بيه وبطلع حاجات رخيصة طبعا عشان احنا بنطلع شغل رخيص، فلازم تشتغلي بالدقيق البيتي. العروض اللي انا بعملها مش هينفع معايا ابدا الاسبونش اللي هو الجاهز. المهم قطعت 3 طرات، واحدة 4 طبقات و2 طبقتين. اللي هي 4 طبقات دي هبيعها ب150، واللي هما الواحدة طبقتين اللهم صل على النبي هبيع الواحدة ب100. كنت عجنة بقى الحلتين دول بكيلو دقيق اسبونج، يعني عجنتهم بكيلو دقيق اسبونج. فانا المفروض الكيلو دقيق الاسبونج ده هيديني نتيجة حلوة، يعني هيديني على الاقل 3 حلل. اداني الحلتين، اداني 3 طرط. وعملت الطواجن اللي انا عبيتها قدامكم ده، هطلع الطاجن من ده ب20 جنيه. طلعت 8 طواجن، هنقول 4 طواجن ب80 جنيه في كيلو دقيق الاسبونج. فطبعا انا ما بعمل بقى بدقيق بيتي بيديني نتيجة كتير، يعني بيديني 6 طرات، 3 حلل بيدوني 6 طرات ما شاء الله. بعمل صاج بيبقى ما شاء الله، يعني ده اما اجي اعمل منه صاج مش هيديني اصلا نتيجة الصاج اللي انا بعمله بدقيق البيتي. كده انا عملت التورتايه دي 4 طبقات مقاس 20، بس 4 طبقات. طلعها بقى ب180 150. انا طبعا عشان الجو اللي انا عندي يعني وكده، الجو اللي عندي ما على قد ما بقدر بخلي الحاجة رخيصة عشان اعرف اشتغل. الحاجة كل يوم اسعارها عمالة تغلى، بس انا مش عارفة اغلي حاجة بصراحة. يعني لو غليت حاجة فتلاقي الدنيا ريحت معايا والشغل ريح، فانا مش عارفة اغلي حاجة خالص. فبحاول بقى اطلع مكسب على القد كده، بس اهم حاجة يكون في مكسب وربنا بيبارك فيه وكده. فاللهم صل على النبي بقى، كنت اقول لكم ايه. فطبعا في ناس كتير شغالة طبعا بالدقيق الاسبونج، بس انا عشان بطلع عروض كتير، مثلا بطلع ب10 في اليوم. فما اقدرش ان انا اشتغل بالاسبونج الجاهز، مش هيديني النتيجة خالص اللي انا بشتغل بيها. جلست التورتايه كده زي ما انتوا شايفين اهي، ما شاء الله الارتفاع بتاعها جميل قوي، يعني كانت عالية خالص. عجنت ضربت الكريمة على كوبايتين مية، بس كريمة بقى الاصلي المتحدة، فبتستحمل في الحر ده. وحطيت البستر برضو بيخلي الكريمة ما شاء الله متماسكة وحلوة، يعني بتحط معلقتين كريمة بستر بتخلي الكريمة متماسكة ومش بتسيح بسهولة. طبعا انا بضرب كوباية كوباية عشان خاطر الجو اللي احنا فيه، ما بضربش كتير، كوباية كوباية، ولو احتجت تاني برجع اضرب كريمة تاني عشان بتسيح وبتتبهدل في الحر ده. حطيت بقى كده الصوص الشوكولاتة. فطبعا انا قلت اجرب، هو اريح
واريح كتير، يعني السبونش الجاهز اريح كتير من البيتي. السكر طبعا غالي، انت ما بتجيبلهوش سكر. شغله اريح من الدقيق البيتي، بس طبعا في النتيجة انا عاوزة الارتفاعات اكتر. يعني انا عاوزة السبونش يديني اكتر، زيادة اكتر. لو هعمل تورتايه يديني 2، يعني لو ده يطلع لي تورتايه التاني هيطلع لي 2، فانا الكسبانة في الاخر، لان انا ببيع باسعار رخيصة. فلقيته مش هيمشي معايا خالص. هو بيبقى طري قوي ما شاء الله وهاشش كده وحلو، بس برضه مش هيمشي معايا في الارتفاع يوم ما اعجن صاج هطلع فيه كباط او بوكسات، مش هيديني النتيجة اللي انا عاوزاها. انا قلت اقول لكم بقى على التجربة بتاعتي مع السبونش الجاهز، واقول لكم بقى اللي حابب يشتغل بيه ماشي، اللي مش حابب الدقيق العادي طبعا مفيش احسن منه، بيديك نتيجة حلوة وبيتظبط على طول، ما بيهبطش بسهولة، في مميزات كتير يعني. الاسبونش اللي انا كنت شغالة بيه ده ايجي شيف، انا ما جربتش دريم وما جربتش الانواع التانية، هو ده اللي انا جربت كيلو بس، يعني انا جبت كيلو قلت اجربه اشوف الدنيا معايا، لو اداني نفس النتيجة بتاعة الدقيق العادي هشتغل بيه واريح نفسي من السكر واريح نفسي من الحاجات الكتير اللي في الدقيق العادي، بس لقيت النتيجة مش حلوة خالص. طبعا الجاهز دوت للناس اللي مثلا هتعمل تورتايه غالية، تورتايتين غاليين مثلا هيطلعوا الواحدة ب300 جنيه، ب200 جنيه، ده يبقى حلو، يعني يبقى شغله حلو لكده. لكن الناس اللي زي حالاتنا كده بيطلعوا التورتايه ب100 جنيه وبيطلعوا البوكس ب60 جنيه، فهو الدقيق العادي الاوفر لهم بالنسبة لهم. فبقى اللي وصل معايا لحد هنا ما نسينيش بقى باللايك وتعليق حلو كده، لان انتوا ناسيني خالص اليومين دول، وانا طبعا ما بصورش فيديوهات برضو لان انتوا مش مشجعيني ان انا اصور فيديوهات بصراحة يعني، والجو حر وكده، فبقول هتعب نفسي ليه، مفيش مشاهدات، فهتعب نفسي وافضل اصور واتعب في نفسي على ايه. دي التورتيه التانية، عملت كده الاتنين اللي هي طبقتين والاربع طبقات، دي التالتة بقى. انا بجلسهم كده واروح حطاهم في الفريزر يشدوا، عشان خاطر الجو انتوا عارفينه حر اوي، انا حاطه مروحه بس مش عامله حاجه في المطبخ. هجلسها برضو واحطها كده ونعبي الكبات مع بعض، هيكون هم شدوا شويه في الفريزر، وبعد كده اقفلهم يعني، او ممكن اقفل ديت واحطها مره واحده، يعني ده انا حطيت الاتنين التانيين بس قلت اقفل دي بقى ايه واحطها مره واحده عشان مرجعش اجيبها تاني. احط لها بس الروزيتات كده والصوصات وهسيبها، يعني برضو مش هقفلها التقفيل النهائي. دول كنت اتنين كانوا اتنين محجوزين وواحدة عرضتها فوري كده فاتباعت، يعني التلات تورت كانوا اتنين محجوزين والتالتة بعتها فوري اتباعت. والطواجن طبعا كانت محجوزة معايا، طلعت الاربعة الواحد على 20 جنيه، قلت اقفلهم كده عمال ما التورتة تشد معايا، وكنت بعمل معالق وشبابيك وكده يكونوا سقعوا شوية وجمدوا، فقلت اقفل الطواجن بالمرة. سويتهم بقى كده بظهر المعلقة. الطاجن دوت تقريبا رقم 5، بيبقى مكتوب عليه حاجة زي كده 5، انا معرفش بصراحة، بس هو رقم 5، يعني انا لما شفت الظهر بتاعه بشتري الطاجن ب3 جنيه. حطيت بقى صوص كراميل، انا عاوزة بقى الفترة الجاية اعمله بالنوتيلا، بس يكون غالي شوية، لو هتعمليه بالنوتيلا مثلا يكون من 30 ل25 جنيه، لان النوتيلا غالية والله، كل حاجة بقت غالية، الخامات بقت كل ما راح اشتريها الاقيها اغلى من المرة الاولانية. انا مصورة بقى فيديو ان شاء الله هنزله بعد دوت، شارية بقى فيه الخامات والحاجة، واقول لكم على اسعارها وعلى كل حاجة انا شارية بالاسعار ازاي، فان شاء الله هنزله بعد الفيديو ده. خلاص كده قفلتهم، نص شوكولاتة ونص كراميل. همسح بقى الطواجن كويس كده. طبعا كنت بشطب بقى، ما خلاص ما كانش عندي كريسبيات، ما كانش عندي شوكولاتات، كان عندي حاجات بسيطة بقى التشاطيب وكده، كنت لسه بقى طبعا هنزل اجيب الحاجة. بصراحة مش انا اللي بجيبها، يعني جوزي بيروح يجيب لي كل حاجة، بكتب له الحاجة في ورقة وهو بيروح يجيب لي اللي انا عاوزاه، انا ما بنزلش، فهو بيجيب لي الحاجة وبيجيب لي الاسعار عشان ايه لو هعمل فيديو ولا حاجة. المهم حطيت كده
على الكريسبيات دي صوص احمر كده عشان يدي لون بس يكسر اللون، وحطيت بسكوتايه اوريو، حطيت كريسبي صغير اسمر بني وكريسبي ابيض. هو ده كان كل الحاجات اللي عندي، ما كانش عندي اي حاجه خالص. دي التورتيه بقى كده بعد ما مسكت نفسها كده وشدت في الفريزر شويه، حطيت لها كريسبي ذهبي ومعلقه كده برضو دهنها ذهبي وشباكين كده واوريو. زي ما قلت لكم ما كانش لسه بقى عندي حاجه، كنت بشطب وكده، ما كانش عندي كريسبي احمر كريز احمر ولا توت ولا اي حاجه، فبقيت احط ايه الصوص الفراوله دي يدي شكل بس للتورته. دي نفس الحكايه هعملها برضو نفس الشغل اللي انا حطيته للتانية. التالتة بقى وانا اما جيت اقفلها الفيديو اتقطع، يعني ما اعرفش ما اتصورتش اللي انا عملتها التالتة دي، ما اتصورتش وانا بقفلها معاكم. المهم ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا بحاجه، وان شاء الله بقى استنوني فيديو جديد، ومع الف سلامه.